هو ليه في ناس بتحسد؟ وازاي اصلا ممكن الحسد ده يوصل لنا ويأذينا؟ اهلا بيكم، انا مريم غنيم من قناة مع بعض. بسمع كلام في يومي زي الراجل ده عينه صفرة او العين فلقت الحجر، وببقى مش فاهمة قوي الناس قصدها ايه بالكلام ده. فعملت ريسيرش صغير كده عن الحسد، وكان فيه كلام كبير عن الطاقات والعلوم الفيزيائية والنفسية، بس أنا هحاول أشرحها لكم بطريقة بسيطة. الكون كله مليان طاقات، والحسد طاقة منهم. والطاقة دي بتتكون عند الحاسد لما بيقعد يبص للحاجة اللي معاك ونفسه إنها تروح منك وياخدها هو. فهو عمال يغل ويفكر، الطاقة بتاعت الحسد بتتكون جواه وهو مش واخد باله، بتخرج من جسمه وبتتنقلك. ولما الطاقة السلبية دي بتتنقلك أو بتنتقل للحاجة اللي معاك، تبتدي الحاجة اللي معاك تتكسر، أو أنت بعد الشر يحصلك حاجة. طب إيه اللي بيخلي الشخص اللي بيحسدك ده يحسدك أصلا؟ في أطفال لما بيبدأوا ينفصلوا عن أمهاتهم بعد الرضاعة، بيحسوا إن هما ما أخدوش الاهتمام والتغذية الكافية، وبيكونوا حاسين دايما إن أمهم دي ملك ليهم، وما ينفعش الأب أو الأخوات يتشاركوها. ولو الأم اهتمت بحد من الأخوات التانيين، بيبتدي يحس بالغيرة، وإن الاهتمام ده مش من حق أخوه، ده من حقه هو. وبيكبر والشعور ده متخزن جواه، وبيبدأ يطبقه على كل الناس اللي حواليه، وحاسس دايما إن الحاجة الحلوة اللي معاك انت ما تستحقهاش، وإنها المفروض تبقى معاه هو مش معاك انت. الناس دي ما عندهاش رضا عن أي حاجة في حياتهم، وشايفين دايما إن حظهم نحس في الدنيا، وأي حاجة حلوة بتحصل لهم مش بيحسوا بقيمتها، لأنهم مركزين على الحاجات اللي مع الناس وبس. في النهاية خليك فاهم إن ربنا بيقسم الأرزاق بالعدل، وشايل لكل واحد رزقه. بص على الحاجات اللي معاك واحمد ربنا وارضى برزقك. ولو حسيت إنك في يوم نفسك في حاجة مع حد غيرك، اجتهد واشتغل وهاتها، لكن ما تحسدهوش، لأن الحسد عمره ما هيكون خير ليك أو ليه. انت هتحس بالكراهية تجاهه، وهو مش هيقدر يستمتع بالحاجة اللي معاه. وزي ما قال الفيلسوف برتراند راسل، الحسد أقوى أسباب التعاسة، فاوعى تكون من الحاسدين. ولو انت أول مرة تشوفني، أنا مريم غنيم من قناة مع بعض. ما تنساش تعمل سبسكرايب، وتأكد انك عامل فولو على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك. وبس، باي باي.